مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. نتائج الدوالينزا الرهيبه في قفل الشهيه ما شاء الله. حالتي كانت 144 65 جرام، احنا النهارده 140 1 جرام. بسم الله ما شاء الله. كانت نسبه الدهون بتاعتها 65 واحد، احنا النهارده 63. بسم الله ما شاء الله. نسبه الدهون الحشويه كانت 26، احنا النهارده 25. قولي لي بقى يا قلبي، قفلت معاكي الدوالينزا في ايه، وكانت اخبارها ايه معاكي الاسبوع ده؟ انا بجد ما خدتها بامانه، ما فيش اي حاجه نفسي، ما فيش حاجه راحت لها خالص يعني، ولا عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه ايه، سده جامد. ما فيش اي حاجه يعني، حتى لو شم ريحه الاكل مش عاوزه، مش قادره اكل ولا حلويات. يعني انا كنت بحب الحلويات هي شرهه جدا ناحيه الحلويات. وكمان مثلا الاكل اشمه مش طايقاه، مش عاوزاه خلاص. يعني انا عيالي مثلا لما كنت احط لهم الاكل مش عاوزاه. يعني قافله معاكي بنسبه كام في المية؟ يعني بجد يعني 80%. ما شاء الله يعني تبارك كمان الله. اكتر كمان. بس انا بامانه والله العظيم مفيش اكل مثلا الفرن، بامانه حاجه الفرن بحب ريحتها مش طايقاها، مش طايقاها خالص. بجد قافله جامد جامد ما شاء الله. هي نازله معانا ما شاء الله 4 كيلو 65 جرام، ده رقم تحفه في اسبوع. قافله معاها الشهيه جدا جدا جدا، زي ما قلت ان هي فعلا بتقفل. هي حاليا جات لي بعد اسبوع بالظبط، فارقه معاها جدا جدا حتى في الشيب. قولي لي بقى المقاسات بتاعتك اخبارها ايه؟ لا، فرق معايا في اللبس خالص. اللبس كان ضيق، وكان عندي عبايه عامله على بطني جامد، لبستها النهارده ما شاء الله كانت حلوه. وما رحت المدارس برضه اصحابي لاحظوا عليا ما شاء الله الوش والجسم، بامانه كنتش كده خالص. ما شاء الله ما كنتش بعرف اتحرك، كنت ما بقدرش اخد نفسي ما شاء الله. يعني. دلوقتي لا، غير الامانه. دي نتائج الدوالينزا يا جماعه. النتائج الدوالينزا للناس اللي مش عارفه تتحكم في الشهيه بتفرق جدا جدا، بتقفل معاك فعلا الشهيه. الناس اللي عندها مشاكل في الدهون الموضعيه بتاعتها، اماكن تجمع الدهون فعلا بتنحت القوام جدا جدا جدا. ما شاء الله هي فارقه في الشيب معاها جدا، وفارقه في الميزان جدا. لو انت عندك اي مشكله في الشهيه او في المقاسات، يبقى خليك في الدوالينزا. ودمتم بالف خير ودمتم اصحاء.